السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معكم اسماء الجندي، وتعالوا النهارده نعمل احلى شوية كشري، احلى كمان من اللي احنا بنشتريه من بره. والكشري يا جماعة ما يبقاش كشري بجد الا لما تعملي كل حاجة منفصلة لوحديها، يعني كل حاجة في حلة لوحديها. ما بحبش الكشري بتاع حلة واحدة ده، ما بحسش بطعمه يا جماعة. ما فيش احلى من الكشري اللي بيتعمل في كل حاجة ايه لوحديها. تمام. تعالوا النهارده هنعمل احلى شويه كشري بقى، كلنا طالعين من العيد، كان الكحك والبسكوت وكمان رنجه. تعالوا بقى نعمل احلى شويه كشري كده، ما هو ده وقته. يلا، لو اول مره بتشوفوني اعملوا اشتراك في القناه وفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد، ولايك وشير للفيديو. تعالوا النهارده هنعمل احلى شويه صلصه كده، ما هو الكشري هو اهم حاجه تظبطي صلصته. هتظبطي الصلصه بتاعته هيطلع معاكي احلى شويه كشري كده، بجد احلى من اي محل انت ممكن كلتيه. اول حاجه كده هبتدي بالبصل. اول ما هنبتدي في الشغل الكشري على طول نكون محضرين بقى البصل كده، مقطعينه جوانح ومدينه رشه ملح بسيطه جدا، ونفركه بين ايدينا كده لحد ما يبقى مفلفل معانا. نكون محضرين الزيت السخن بتاعنا وننزل بكميه البصل. اهم حاجه الزيت بتاعك يكون سخن، وتنزلي بكميه البصل اللي احنا مدينه رشه ملح صغيره ومفرفرينه كده بين ايدينا. ونقليه بقى، ولا برش دقيق ولا نشا، هو بياخد القرمشه منه لنفسه كده، وبيطلع اللهم بارك لا شارب زيت ومقرمش ومعاكي وزي الفل. تمام. هنحمر البصل لحد ما ياخد اللون الحلو اللي انتوا هتشوفوه معايا دلوقتي. بعد كده نشيله كله من الزيت وعلى مناديل المطبخ ونطلعه، علشان لو في كمية زيت يتشربها كلها مننا. تمام. اهم حاجة ما تسهيش عن البصل وتحمريه كويس عشان بياخد لون بسرعة. تمام. وهيطلع معاكي مقرمش، ولا محتاجين رشه نشا ولا رشه دقيق ولا اي حاجه. اهم حاجه رشي عليه ملح بسيط جدا، وافركيه بين ايديكي كده، ويكون الزيت بتاعك سخن، وتحمريه لحد ما ياخد اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده شيليه وعلى مناديل المطبخ وافرديه، هينشف كل الزيت اللي فيه. تمام. كده خدت اللون الحلو التمام ده، طلعي بقى على طول البصل علشان ما يغمقش منك ويديكي طعم المراره زي ما انتوا شايفين كده. وزيت البصل ده بقى يا جماعة اللي احنا هنستعمله كله في خطوات الكشري اللي هتشوفوها معايا دلوقتي خطوة بخطوة. الزيت ده بقى يا جماعة زي الفل كده، هنستخدمه بقى وهيطعم لنا كل ايه الكشري معانا. تمام. طبعا هنا بقول لكم ان البصل طالع اللهم بارك، مش شارب زيت، ناشف ومقرمش كده زي ما انتوا شايفين. كده خلصنا بقى ايه البصل. تعالوا بقى لأحلى شوية صلصة هنعملها للكشري. هناخد بقى من زيت البصل ده علشان نحمر فيه التوم بتاعنا. نكون محضرين معلقة توم كبيرة مهروسة، وده على حسب كمية الصلصة اللي انت هتعمليها. تمام. حمري لحد ما ياخد اللون الذهبي الحلو الفاتح وتشم ريحته الحلوة كده. تكوني محضرة ربع كوباية من الخل. تمام. اهم حاجة ما تخليش التوم بتاعك ياخد لون غامق، ياخد لون الذهبي الفاتح حلو ده وتشم ريحته. وتكوني بقى ايه تنزلي بطشة الخل عليه وشمي احلى ريحة بجد زي ما انتوا شايفين كده. تمام. حمري كويس كده. نبتدي بقى ننزل بربع كوباية الخل. قلبي لحد ما ياخد غلوة واحدة كده وتشم ريحة الخل مع الثوم. تكوني محضرة بقى عصير الطماطم. تمام. تكوني طبعا ضربة الطماطم في الخلاط ومصفيها من القشر عشان ما يبقاش فيها قشور ولا اي بذور خالص. تمام. انزل بقى حمري بعصير بقى الطماطم كويس معايا كده. وبعد كده كل الاضافات اللي انا هضيفها: معلقة كمون، معلقة كزبرة ناشفة. نزلت بمعلقة كمون يا جماعة، وكمان هنزل بمعلقة كزبرة ناشفة. ونظبط الملح، وكمان رشة سكر صغيرة، وكمان معلقة من البابريكا صغيرة علشان تظبط لينا لون الصلصة. نقلب بقى كل المكونات الحلوة دي مع بعض كده. اهم حاجة تظبطي الصلصة بتاعة الكشري، يبقى ما تضيفيش اكتر من الكمون والكزبرة الناشفة ورشة السكر، وتظبطي ملحك وكمان معلقة من البابريكا علشان تظبط لك لون الصلصة. تمام. قلبي بقى كويس كده. بعد كده يا جماعة هنجيب البصل بتاع الكشري اللي احنا حمرناه في الاول خالص، ناخد منه كده ايه شوية كده، نفركهم بين ايدينا وننزل في قلب الصلصة دي بيها.
وده بقى اللي هيخلي لك ريحة الصلصة وطعمها احلى من اي كشري بتجيبيه من بره. بجد هتفرق جدا الخطوة دي جدا في صلصة الكشري. تجيبي شوية كده من بصل الكشري اللي انت حمرتيه، وتروحي فرقاه بين ايديكي كده ونازله بيه بالصلصه، وبعد كده قلبي كل المكونات الحلوه دي مع بعضها، وغطي وسيبي الصلصه تتسبك براحتها. تاني حاجه هنعملها هنرفع بقى ميه عشان نسلق المكرونه. وكمان غسلنا العدس بتاعنا، مش نقعينه ولا اي حاجه، غسلناه ورفعناه على النار. هنديله رشه ملح، وكمان نزلت برشه ملح في ميه سليق المكرونه، ونغطي ونسيب العدس يستوي والميه تغلي علشان نسلق المكرونه. الميه بتاعتنا غليت، نزلت بمكرونه اسباجيتي، وكمان مكرونه الصغيره يا جماعه بتاعت التحمير، المرمريه الصغيره دي. تمام، مع بعض كده. في الوقت ده الصلصه بتاعتنا بتتسبك، وكمان العدس يا جماعه بيتسلق، وكمان بنسلق المكرونه تغلي يا جماعه وتستوي. وبعد كده نجيب المصفى ونصفيها ونشطفها شطفه من ميه الحنفيه. انا من الناس اللي بشطف المكرونه بعد السليق. تمام. اهم حاجه تفككيها كده من بعض عشان ما تلتصقش مع بعض، وتسيبيها تغلي لحد ما تستوي، وفي قلب مصفى وصفيها وميه من الحنفيه وانزلي عليها علشان تبرد، وسيبيها تصفى خالص من الميه بتاعتها زي ما انتوا شايفين كده. هنزلها في الحله بعد ما شطفت الحله من سلقها، ونجيب يا جماعه زيت البصل الحلو بتاعنا وناخد منه كام معلقه على المكرونه علشان تفضل المكرونه مفلفله، وعلشان كمان يديها ريحه حلوه. تمام، علشان المكرونه ما تلتصقش مع بعضها، فاديها شويه زيت من بتاع قليه البصل علشان تفضل مفلفله ويديها برضو الطعم حلو. ما انا بقول لكم ان الزيت ده هيطعم لنا كل الكشري معانا. تمام. ده العدس يا جماعه استوى وبقى زي الفل زي ما انتوا شايفين كده. برضو هنجيب زيت البصل نديله كام معلقه برضو علشان يتطعم ويبقى ريحته حلوه، ويديه خليه مفلفل معانا، مش برضو ملتصق مع بعضه. تمام. ولسه برضو مهديين النار على الصلصه بتاعتنا، عايزينها تتسبك كده وتتقل وتبقى حلوه خالص زي ما هتشوفوها معايا. هناخد برضو من زيت البصل ده وعلشان نعمل احلى شويه رز. وبجد الزيت ده بقى في الرز يا جماعه بيديله ريحه وطعم تحفه جدا، الزيت بتاع البصل ده. ننزل بقى بكميه الشعريه ونحمرها لحد ما تاخد اللون الحلو معانا. نكون غاسلين الرز كده ومصفينه من الميه، وكمان في الوقت ده جنب كده براد يا جماعه بنغلي فيه ميه علشان نزود الرز بتاعنا ميه مغليه. تمام. حمرنا كده لحد ما الشعريه خدت اللون الحلو ده. ننزل بقى بكميه الرز بتاعتنا ونشوح الرز كده يا جماعه لحد ما ينشف خالص من ميته كده، وتسمعي صوت الطشطشه بتاعته في قلب الحله. تكوني محضره الميه المغليه اللي هتنزلي بيها عشان تسرع من عمليه السوى وتديكي احلى شويه رز. زي ما انتوا شايفين كده. ضفنا بقى الملح برضو وشوحنا. نزود بقى الميه بتاعتنا ونقلب كده ونسيبه يغلي لحد ما يتشرب من الميه خالص، ونهدي النار ونسيبه يكمل سواه. هتحسي نفسك ان خطواته كتيره جدا الكشري، بس بجد مفيش احلى من انك تعملي كل حاجه منفصله في حله لوحديها، بيطلع حلو جدا ومفلفل ومش معجن. تمام. خلصنا الرز وسبته برضو على عين صغيره. تعالوا بقى نعمل الدقه بتاعتنا الحلوه. معايا برضو معلقتين كده من زيت البصل، ونزلت بمعلقه توم كبيره مهروسه، نديها تشويحه كده في زيت البصل. تمام، لحد ما تشم ريحتها كده. تشوحها كده يا جماعه. ما هو الكشري لازم بقى تظبطي الدقه بتاعته. معايا ربع كوبايه خل نزلت بيها، وكمان ربع كوبايه عصير ليمون زي ما انتم شايفين كده. وهننزل بمعلقه كمون وكوبايه ميه كبيره، وكمان هضاعف الكميه وهنزل بكوبايه زي دي كمان تاني. تمام. نقلب بقى كل الحاجات الحلوه دي ونسيبها تغلي، واحلى دقه هتاخديها بالطريقه دي. وظبطي الملح بتاعك. زودت كمان كوبايه ميه زي ما هتشوفوا دلوقتي معايا، واسيبها بقى تغلي غلوتين ونطفي عليها، وكده الدقه بتاعتنا تبقى جاهزه. وادي الصلصه بتاعتنا اتسبكت كده وتقلت وبقت في منتهى الجمال زي ما انتوا شايفين كده يا جماعه. هديها بقى كوبايه ميه كده تخفف قوامها شويه،
ونسيبها تغلي غلوتين، وتبقى خلاص كده الصلصة بتاعتنا بقت زي الفل. في الوقت ده بجد كانت ريحتها خطيرة جدا. كده القوام بقى المطلوب يا جماعة. معانا بقى طاسة فاضية زي ما انتم ونزلنا شايفين بآخر كده. شوية زيت من بتاع البصل. تمام. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل الشطة بتاعتنا. نزلت بمعلقة شطة كده يا جماعة، بس كانت حامية جدا، فخلوا بالكم لأنها بتبقى قلبة ريحة بقى الدنيا ومناخير وعينين، فخلوا بالكم بقى من الخطوة دي. نديها تحميصة حلوة كده في الزيت. تمام. وبعد كده بقى ناخد ايه شوية صلصة من بتاعتنا الحلوة دي اللي ابتدت تاخد الغلوتين بعد ما ضفنا لها كوباية مية، وننزل على الشطة بتاعتنا بشوية صلصة من الحلوين دول زي ما انتوا شايفين كده. بس كده. ودي برضو احلى شوية شطة بقى تاكلي بيهم الكشري. نقلبها كده تاخد غلوة واحدة وادفع عليها وخلاص، تبقى كده جاهزة وبقت تمام زي ما انتوا شايفين كده. الكشري بتاعنا خلص. تعالوا بقى نغرف احلى شوية كشري. وده الرز بتاعنا طلع اللهم بارك كده مفلفل، وبجد شكله حلو جدا. وادي المكرونة بتاعتنا فلفلت، لاننا ضفنا لها شوية زيت طعموا المكرونة وكمان ادوها فلفلة. تمام. زي ما انتوا شايفين كده. واحلى شوية عدس. والعدس يا جماعة انا مش بنقعه خالص، انا يبقى على طول بغسله وعلى طول برفعه على النار، ما بياخدش اي وقت. واحلى شوية صلصة. كده الكشري خلص معانا يا جماعة. احلى شوية كشري عملوه في البيت بجد بنفس الطريقة. كلنا طبعا بنعرف نعمل الكشري مفيش اختلاف، بس بجد احلى من اللي احنا بنشتريه من بره وبيرمي معانا كتير جدا. وطبعا البصل بتاعنا بقى، وانا في الوقت ده كان عندي حمص يا جماعة جاهز كده مسلوق، ابتديت بقى ايه اضيفه برضو للكشري بتاعنا. بس هي دي طريقتي يا جماعة اللي ما بقدرش اغيرها في الكشري. بتديني نتيجة مرضية جدا وطعم حلو جدا. وبكده يا جماعة نكون خلصنا بقى أحلى شوية كشري كده للعيد. كل سنة وانتوا طيبين. تعالوا بقى نكمل كده ونشوف بقى ايه الطعم بقى بتاعه الخطير بجد اللي طعمه في منتهى الجمال. طبعا نسيت نفسي في الوقت ده وفضلت اكل لحد ما كنت هكمل على الطبق. كده وصلنا لنهاية يا جماعة الفيديو، يا رب يكون نال إعجابكم. ما تنسوش بقى اشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولايك وشير للفيديو. وأسيبكم كده في رعاية الله، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.